الحمد لله ذي الفضل والإحسان، جعل الحياء شعبة من شعب الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى واستحيوا منه حق الحياء، واعلموا أنه رقيب عليكم أينما كنتم، يسمع سبحانه ويرى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبلينك يومة إسلاما، يا دير يا دبرتي ربي كيسن صدادا، ربي كيسن الراس الفتا قام فتا أكسلا إني سالفتمو قبو ربي الراس الفتا إسن أرقا إسن دقيا hojii keessa waan isin ooltanii itti bultan gochaa jecha keessan quba qaba jechuu wallaalinaa. Yaa jarana dhuga omsitan dhugaan na sodaadhaa, hin du'inaa balbalatiyyan dhufinaa, yoo natti amantan islaama taatan malee isiniin jedha. أمة الإسلام، لقد كانت الدعوة إلى مكارم الأخلاق من أهم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أمل بريدة وامن، أمل بريدة نما قرصون، الرجباء الربريد والنبيين كن إتين إرقمانيتي. حديث إمام أحمد وديسن كيستي، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أني وني إرقميف أمل ببريد إلمان آدم فترا قبض قوتو في جدا، وحسن الخلق والإيمان متلازمان. أمل بريد أما اللي إسلمنان والقبة إيمانا في أمل بريد غرغرن بو. أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الرقوت مؤمن توتاجر أنقم إيمانا، نما أمل بريد قبو، نما وجي ويتجرات بفبريدان، نما ولينجرات تو إر بريد إيمانات الرقوت إيمانات جأن. فالإيمان يا عباد الله يعظم ويكمل بحسن الأخلاق وكمالها. إيمان وني إني قوتم وني إني بريدون، يو أمل برين والإنجيلات، يو نمتي نمغاريتي، يو نما واسال فتوته سال جيشون ووان بدر سيدوغي وانغاري سيدليسي ستسال جدما. ومن فضائله عباد الله، أولا فإن الحياء خلق الإسلام، الرواني الراد بيديم وايس الفتاتي واسالفي واقام فتون شريعة إسلاما كيست أمل شريعة إسلاماتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، أمن تمرنو أملك أبا، وخلق الإسلام الحياء، أمل لشريعة النبريد إسلمنا واقام فتون أجد واسال فتون أمنتي إسلامات الرأي. والحياء ثانيا صفة من صفات الله التي تليق به سبحانه وتعالى. لما فواس الفنان صفات ربي كنات الراته أكا إسام ملين كان إسام بينو رب كن إنو يواقام فتا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، رب كن سالفتا أرجاء رجأن قبرج إساء سالفتا. يو إني هرك لمان القبتي كننا كني كننا الرادي بسجده أن يردهما صفرا خائبتين، زيرو قلا هونغون دي بسجد النبي كنا. قال ابن القيم رحمه الله: أما حياء الرب تبارك وتعالى من عبده، سالفنا الرب قبرج إساء سالفتو كانوا بين كنامي خسمونتين ندقبومي أكنا جيشون دندين أرجى ربين كنا طول أولادا، أما اللي ربين كنا قدادا أكا إسام ملين. ثالثا والحياء شريعة جميع الأنبياء
وقنفنا وسالفتون أمنتي نبيوت مراكز وانجرات وان إسلام قفامتي نبيين كن قفتن دفنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى وأن نمن أكبر راهجا هاسوا نبيوت درات الرا وللرافور وأن نمن أسينغي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يون سالفن دلقان سن كنما فربي برت اللي سن سالفجيف نتاتي وان برباد هجت ججان. رابعا والحياء خلق الأنبياء والملائكة الأصفياء وسالفنا وقنفنان نبيون مرت قنفتا ملائكة رب اللي أكسما فقد اتصف به موسى عليه السلام نبي الله موسى سالا هممي إن موسى كان رجلا حييا ستيرا. نبي الله موسى جل الرواية بخاريتي نما وسالفة جان نما عوراء في سر التأيفة لا يرى من جلده شيء استحياء من غوغا إساترا قام إساترا واني تقلن ملأت جد أنسالرا. رواه البخاري. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الحياة نبي كنا يو فكن جبا فكن بريد سالك الستين. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. نبي كنا إرقام فتسال فتجدا درب قردو كيس جرترة دربانا فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه يوان تقق واجب كما إسافول الرابين فولا تججير مجأ. واتصفت به سادسا اتصفت به الملائكة الكرام جهفا وسالفة جباته إرّا ملائكة ربي كنات إتين هممي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان نبي كن واي عثمان ويتدبة أكنجأ ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة أني من كان فن من سالفن جأن نمتج ملائكة ربي تو إسر سالفت. رواه مسلم. سابعا الحياء شعبة من شعب الإيمان وسالفة وقنفتون قوس دمي إيمانات الراتات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان وقنفة وسالفة نمتجا نمتتيدا قوس إيمانا كيسا إسينو تقو يا نمتجيو إيمانا قبات وسالفتا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل رسول لنما وهي قباد فيا صديما وهو يعاتب أخاه في الحياة لم نكن أبليس إساك متاجر أبليس اللولا ما واسال فتجآن أتسال فتاجرتا كأنه يقول قد أضر بك الحياة ركو سرانغي سالك متالاف أتمرا سالفتا سالك كني ميدا سرانغي جنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. ليس جدنين كان اللولنين قمتني وقام فنا واسال إيمان الراهي جدنين. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرنا جميعا وسالفة في إيمان والته الأمن فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يو تكو برا ديم تكو اللي جلان هفو جأن يو سال ديم إيمان برا إنفو يو كا إسال ديم تيلي إيمان اللي بران هفو جر لما ولدت أمدم تجأن. سابعا والحياء مفتاح لكل خير وسالفة وقنفة نمتجا فرتو بنتو خير مراتجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الشيخان الحياء لا يأتي إلا بخير وقنفنا وانبري دم لهما نمتن دفجأ. وفي رواية الحياء خير كله وسالفة وقنفة أكفئت إن بريد ممليوان همتو إسكي ستنجير جأن. ثامنا والحياء أبهى زينة يتزين بها المؤمن
سديت تفان وكان فنا وسالفتون الربريدا وان علم آدم التين أفايتي الرجاري الرجبدو وان علم آدم التين همم كيسا نمني وسالفتونا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه. سال أبون وان بدو هجتني وان بدو دبتني يوافق وكيست أرقمي وان كيست أرقمي سنفك سجأن. وما كان الحياء في شيء إلا زانه. سال لأمواك أنفنا وكيست وأرقمي وان كيست أرقمي سن إمبريتش سجأن. تاسعا والحياء خلق يحبه الله تعالى. سقلفا وسالفة نمنيو إجيسا وسالفته أمل ربي كن نجالة أفكيسا قبا نمنسن. أنا شج بن عبد القيس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله أتي أمل لما قبدك ربي جالة جرانين تكون أبسطا لما فا وقام فتجئنين كناف قام فنا وسالفتون أمل ربين كن نجالة. عاشرا والحياء يقود إلى الجنة. قرنفا وسالفتون نمني وسالفتي جنة نمجيس ساليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. وسالفنان إيمان الراي نما إيمانك أبو وسالفتا إيمان نمو آخر رئيسا جنة جأن. والبذاءة من الجفاء نمني سال أبي وان برباد هجتي دبتون قوقوقن قلبي تراي. والجفاء في النار قلبي قوقوقون أمو إبد جهنم التنم جيس جأن. عباد الله ما هي مجالات خلق الحياة؟ بلينكي يا إيسا أكاتا سالفة سالما الفأرى سالفة إنه فأرى قام فنان برباتي سججول اللبودنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبين أن الحياء من الله سالفنان بكير سالفة ربي قدى نما أومي قدس أسين نما قي نما قدي إسر سالفة ججو يوهمان أكنجأن. فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. ربي كن حقنا مقام فتني أول إسر قام فنا برباتي سجأن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه أوصيني نادى من أمنكن جنان قال أوصيك أن تستحيا من الله. ربي سالفتو سيدا مجرنين كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. أكنما قدا نما جبا غندك سنراتي سالفتي إسجلا إجاقتك أبتو أول رب الرائجة قبض جأنين حرام رب دلق واجب رب الرسن. والحياء من الله يكون بمقابلة نعمه بالشكر. رب سالفتو ججون كنا إنسي كن الرت غلط إسا غلچون سالفتا وان إني الراسي روغر فقات رب سالفتا وان إني اتسي أجاجي حجتون ربي كي سالفتا كان سال ربي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. سالفتا ربي كي سنرى رقا سالا جدن. يا إرقما ربي مئكم سالفن ربي الراجنان. قال ولكن الاستحياء ربي انقلتهم فتاجر إذا فارسا جر تنمو جنان. قال ليس ذلك لك سنيم جأنين ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. قالوا ربي كن سالفة أقا أكا إني سالفتي أكا إني سالفة مكبوتي أن تحفظ الرأس وما وعى متى كيد جأنين ومتى نفكي ستك أبتي إجتيتي وانبدو اللالتو قركيتي وانبدو نقيفتو الربكيتي وانبدو ناصفتو فنيان كيسي وانبدو فنفتو كان جأنين. وتحفظ البطن وما حوى قراك اللي ايد جأنين وان اني افكي ستك أبتي حراما نياتو حراما وفتن سنسفتو. وتذكر الموت والبلا يادا الدعاء يادا التجأنين أما دعاء أفضلك أبدا قم دنيا تنرى خلق أمودي متنا أفضر في الدجأنين. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا لم نجروا بريد آخرة سنبربادي بريد ما دنيا دي سجأنين.
نمني كان دلقي رقما رب سالفة نمني جدأمو إسا كان جأنين ثانيا للحياء من الناس لما فائل ما آدم كربي والإنس جراج سكن سالفة فإن الحياء من الناس دليل على مروءة الإنسان نما أكا كيتي كسي قديسي أولي كتا كيتي سالفتون أتنا مماك أبدا مروءاك أبدا جتشو أرقسيسا مؤمن سالفتا الربان انقيو حركة وفيتن انتقو وان بدونا سيو الربا وان ملن جرو مؤمني نما ورانو جتشان نمن تقو نمن همتو أدان نمن جيرو جرل نمن لنجيبو نمن ركسو معسيا يوكا جبا نما ألفوري نما برتن همو مؤمن جتشون إسا كنا مؤمن تو ترل سالفة جتشون إسا يوان كان مؤمن تو تتي حجتين ثالثا حياء العبد من نفسه وفمر يؤفسفين سالفة متما في السالفة فيستحيي أن تشوه سمعته إن إجتا أجتنك يا سدانك يا جرك ينتق من جد إجتا نمن حياء قبو فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليلة نبيك النجافتك هل كم بي اعتكاف جرني هذا من إساني صفية من التقلتو دي ماجرا صحابا نمن لما وهي كراد فني نبيته كدبرتي ولين ديمو جر كل من أريفتني ديما فناداهما قائلا أكن جئيلا لبقرأ في إيقاتون على رسلكما صوت ديما إنما هي صفية بنت حيي تأولين ديما جرها أمنك يا صفية حييتي قرك ينتق أميني فجرا فقال سبحان الله يا رسول الله ما لي إرقما ربي سشكنا جنان جر لمان دبين رسول لجدان كن جر لمان ألفاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم شيطان إلما آدم كنرى بك دين إسا غيو غيا بك دين إسا جسمي إسا ترى غي مرى شيطان ننسينا وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا وإنتي سنكيستي ودربا جيتشو صدات لجأنين نمني جبان نمني غارين أكتي صداء في اللي إيقتا بكا ملت ملتو واملين جدو واملين هجتو وفي بكا همان تيو أفما أكا نمني إسا شكو في نمني إسا همتو كران من بنو ويستحيي من ارتكاب الفواحش والكبائر نمني ربي صداتو معصياغو قردان دلقو وان ببدون دلقو ربنا أرقا يو إجينا مالي نرى حقو قمتي منكي سجرات دي قردوف نمننا أرقو أبي نمننا ربين كينا أرقا جدا فهذا نبي الله يوسف عليه السلام لما دعته امرأة الأزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك نبي الله يوسف قافا انتلتي إني من إسيتي تقدتي من إسي جراتو بل مرة شفتي همان أرقني كوت جتين أجابها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي لك إجنا مالين أرقود أبدو إجي ربي أرقتي ربي نكبجين قدسي بك كنان نقي أنبدي دلقا جدين ويستحيي من أن ينقضي العمر في المعاصي نمني وسلفته جل قبر يؤجل مر اللي وهجتا وأنبد الرأفي إيجا أف بيكي قدتي أرين اتباتي الربك يسال فرج الدبيا ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم سي بخاري كيس مال جرا أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة أذري الرافت جأن هما وانهمة قبو نمني ربي أمري إسال إيرسي وقا جهاتما الدنيا قبا جراتي أن يرو إبادة سيقود أبي أن يرو معسي الرافقات أبي وانقياك يا ماهمة أبو جأن عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم